السلام عليكم. باريس سان جيرمان يضم كل من عثمان ديمبélé وغونزالو راموس لتعزيز خط الهجوم للفريق الموسم المقبل. برشلونة يسعى نحو التعاقد مع جواو كانسيلو من نادي مانشستر سيتي. آخر تطورات السوق الإنجليزي وتطورات صفقة انتقال هاري كين لبايرن ميونخ. ريال مدريد والمشاكل الفنية الكبيرة. كيليان مبابي والانتقال لريال مدريد هذا الموسم. هذا ما ستجدونه داخل هذا الفيديو. لذلك قبل انطلاق هذا الفيديو اشترك في القناة إذا لم تكن مشترك وفعل جرس التنبيهات ليصلك الجديد أول بأول. باريس سان جيرمان بعد قرب انتقال اللاعب كيليان مبابي لصفوف ريال مدريد بدأ الفريق في تعزيز صفوفه الأمامية من خلال التعاقد مع عثمان ديمبélé قادما من برشلونة مقابل 50 مليون يورو. انتقال عثمان ديمبélé لفريق باريس سان جيرمان مستفز لجهتين. الجهة الأولى هي كيليان مبابي اللاعب في السنوات الماضية طلب من الإدارة التعاقد مع عثمان ديمبélé لتعزيز خط الهجوم ولقيادة خط الهجوم مع كيليان، لكن بعد قرب رحيل كيليان مبابي الجميع أيقن أنه باريس سان جيرمان يستفز كيليان مبابي الآن من أجل المغادرة من خلال التعاقد مع عثمان ديمبélé. الجهة الثانية بكل تأكيد هي جماهير برشلونة، لأنه بعد فوز برشلونة بالكلاسيكو الأسبوع الماضي أمام ريال مدريد في الولايات المتحدة بدأت الأخبار تخرج حول قرب خروج عثمان ديمبélé من صفوف برشلونة، وهي ضربة موجعة لخط هجوم برشلونة في الموسم المقبل، خصوصا وأنه برشلونة ليس لديه القدرات المالية الضخمة من أجل تعويض غياب عثمان ديمبélé في الموسم المقبل. التعاقد الثاني بالنسبة لباريس سان جيرمان في هذا الأسبوع كان غونزالو راموس، اللاعب اللي برز في كأس العالم قطر 2022 واللي كان محط اهتمام العديد من الأندية منها ريال مدريد ومانشستر يونايتد وأرسنال. صفقة غونزالو راموس كلفت باريس سان جيرمان ككل 80 مليون يورو. طبعا 80 مليون يورو تشمل كل من الحوافز وبنود الانتقال رسميا. أما بالنسبة لقرب انتقال جواو كانسيلو لبرشلونة فإنه الاتفاق بين الناديين قريب جدا 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 من التحقق، لأنه نادي مانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا ليس من ضمن خططه اللاعب جواو كانسيلو، لأنه في سيتي الموسم الماضي لم يكن لجواو كانسيلو أي دور للفريق ولن يكون له في الموسم هذا. السؤال هنا ما دور جواو كانسيلو في تشكيلة برشلونة في الموسم المقبل؟ يعني هل اللاعب قادم لبرشلونة من أجل اللعب كظهير أيمن أو له دور آخر في الفريق؟ حسب رأيي أنه برشلونة لا يريد التعاقد مع جواو كانسيلو من أجل لعبه كظهير أيمن في الموسم المقبل، لأنه ليس من المنطقي أن برشلونة في الوضع المالي الحالي أنه يصرف أكثر من 30 زائد الراتب المرتفع اللي مش قضاء جواو كانسيلو في فريق برشلونة من أجل لعب كظهير أيمن في الفريق. اللاعب سيكون له أدوار أخرى سواء كان في وسط الملعب أو حتى في خط الهجوم من أجل تعويض عثمان ديمبélé. يعني في حال إتمام صفقة انتقال جواو كانسيلو لفريق برشلونة دون تعويض رحيل عثمان ديمبélé عن الفريق بشكل مناسب سيتم اللعب في الغالب ب 3-5-2 في الموسم المقبل لفريق برشلونة. أما بالنسبة للسوق الإنجليزي وملف هاري كين ونادي بايرن ميونخ، بايرن ميونخ اليوم سيقدم عرض بقيمة 86 مليون باوند من أجل توفير خدمات هاري كين. المبلغ باليورو سيكون أعلى من 100 مليون يورو بكل تأكيد. بعد الاجتماع اللي خاضه وكلاء بايرن ميونخ ووكلاء توتنهام في لندن أول الأسبوع، أعلن وكلاء توتنهام عن أنه العرض يجب أن يكون أعلى من 85 مليون باوند من أجل بيع اللاعب هاري كين لنادي بايرن ميونخ. بالتالي يمكن أن نقول بأن هذه الصفقة شارفت على الانتهاء سواء كان بفشلها أو بالنجاح، لأنه بايرن ميونخ حسب رأيي لن يدخل في مزايدة من أجل ضم اللاعب. بايرن ميونخ تقريبا هذا ثالث أو رابع عرض يقدمه رسميا لفريق توتنهام من أجل ضم هاري كين. بالتالي إدارة توتنهام الآن عليها قبول العرض والسماح للاعب بالخروج خصوصا مع تبقي موسم واحد له في عقده. أما بالنسبة لنادي مانشستر يونايتد بعد ما جاب ميسون ماونت ونانا للفريق، النادي قريب جدا من الإعلان الرسمي عن صفقة انتقال لاعب هولاند مش هالاند، هولاند الدنماركي من صفوف أتلانتا قادما لمانشستر يونايتد بصفقة قد تكلف النادي حوالي 75 مليون يورو. تشير التقارير الصحفية لأن اللاعب خضع فعلا للفحوصات الطبية لنادي مانشستر يونايتد من أجل إتمام انتقاله. كما أعلن نادي ليفربول قبل 3 أيام عن القائد الجديد للفريق بعد خروج جوردان هندرسون قائد الفريق السابق،
والشارة الآن ستنتقل للقائد الهولندي العملاق فيرجيل فان دايك. وننتقل الآن للملف الأخير، وهو كل من مشاكل ريال مدريد وكيليان مبابي، الموضوع الذي لن ينتهي إلا بنهاية سوق الانتقالات. ريال مدريد بدأ الموسم التحضيري بشكل جيد نوعا ما. الفريق فاز على ميلان بمنتدى في الشوط الثاني، ومن ثم فاز على فريق مانشستر يونايتد بثنائية، وبعدها الفريق تعرض لخسارة أمام الغريم التقليدي نادي برشلونة، ومن ثم خسارة أخرى أمام يوفنتوس الإيطالي بثلاثية مقابل هدف وحيد. السؤال هنا يتمركز حول ما إذا كان الأفراد اللي في ريال مدريد الآن قادرين على الفوز بالمباريات وتحقيق البطولات أو لا. والإجابة على السؤال هذا هي بالتأكيد نعم، لأن الفريق الآن يمتلك جواهر في عدة مراكز متنوعة، سواء كان في خط الهجوم أو في الوسط. لو نرجع للمباريات الأربعة اللي خاضها الفريق في هذا الموسم التحضيري، الفريق سجل 6 أهداف. الهدف الأول كان من فالفيردي من تسديدة بعيدة، الهدف الثاني كان من فالفيردي بتسديدة بعيدة، الهدف الثالث كان من فينيسيوس من خلال تمريرة ساحرية من مودريتش، الهدف الرابع كان أمام مانشستر يونايتد من جود بيلينغهام توزيع لوب، الهدف الخامس كان من خلال خوسيلو والمقصية من تمريرة عرضية، الهدف السادس كان من خلال فينيسيوس والتمريرة الساحرة من توني كروس. أي من هذه الأهداف كان من خلال جملة تكتيكية واضحة من خلال المدرب. بالتالي الفريق على المستوى الفردي لديه كنوز كبيرة جدا داخل الفريق، ولا يجب التفريط في هذه الكنوز لمدة موسم بسبب عدم امتلاك الفريق لمدرب قادر على توظيف كل هذه الأفراد من أجل الفوز وتحقيق الإنجازات. طبعا البعض سيقول بأن مشاكل الفريق في خط الهجوم في الموسم التحضيري كانت بسبب عدم امتلاك الفريق لمهاجم حقيقي أمام المرمى، لكن الفريق في بداية الموسم سيكون لديه كيليان مبابي لا محالة. اللاعب سوف ينتقل رسميا لريال مدريد منذ بداية الموسم، لكن مشكلة ريال مدريد الحقيقية هي تكمن في خط الدفاع. الفريق من خلال 4 مباريات استقبل 8 أهداف في الموسم التحضيري، وهي مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للفريق. السؤال الآن، هل ريال مدريد قادر على الفوز بالبطولات؟ طبعا ريال مدريد قادر على الفوز بالبطولات. قبل انطلاق الموسم الماضي كان الجميع متفق حول استمرار كارلو أنشيلوتي في القيادة الفنية للفريق الموسم الماضي، لكن هذا الموسم الأغلبية بدأت تطالب بتعيين مدرب آخر للفريق، خصوصا بعد الإخفاقات في الموسم الماضي، سواء كان على مستوى الدوري أو على مستوى دوري الأبطال الذي لم يحقق سوى لقب كأس ملك إسبانيا، خصوصا بعد ارتباط أنشيلوتي بالقيادة الفنية لمنتخب البرازيل. طبعا الكل يعلم بأن كارلو أنشيلوتي لديه اتفاق رسمي مع الاتحاد البرازيلي من أجل قيادة البرازيل بعد نهاية هذا الموسم. لذلك الفكرة الموجودة الآن بأن الفريق سوف يعاني من بداية الموسم على مستوى الدفاع وليس على مستوى الهجوم. النادي قادر على تسجيل 5 و6 أهداف كل مباراة بدون مبالغة، لأن الفريق يمتلك عناصر شابة وقوية جدا أمام المرمى، الذي لديه حلول كثيرة جدا من أجل التصويب من خارج منطقة الجزاء، ولكن في مباريات مغلقة في الليغا النادي سيعاني من مشاكل دفاعية ومن ضرب خط الدفاع في الظهر. لذلك الفكرة الموجودة الآن والمبنية حول متابعتي لريال مدريد منذ سنوات عديدة هي أنه أنشيلوتي سيواصل لغاية نوفمبر أو شهر ديسمبر كأقصى تقدير. إذا لم تكن النتائج مرضية سيعود زين الدين زيدان كمدرب للفريق، أو سيكون لراؤول النصيب من تدريب الفريق في الموسم المقبل خلفا لكارلو أنشيلوتي. طبعا هذا الحدث سابق لأوانه، لا نعلم كيف سيكون الفريق في المواجهات الأولى في الليغا وفي دوري الأبطال، ولكن هذا تصور شخصي فقط. أما بالنسبة لموضوع انتقال كيليان مبابي لريال مدريد، الأخبار تلاشت في الفترة الأخيرة، لم يعد هناك حديث عن السعر أو عن اهتمام ريال مدريد أو كذا. الجميع يعلم الآن بأن الفريق الوحيد المخول له لتوقيع مع كيليان مبابي هو ريال مدريد. اللاعب أوضح هذا الشيء، والإدارة لديها هذه القناعة، إدارة باريس سان جيرمان بالطبع لديها هذه القناعة حول أن اللاعب لن يتفاوض مع أي نادي سوى ريال مدريد. باريس سان جيرمان خصوصا بعد التعاقد مع غونزالو راموس وعثمان ديمبélé من أجل تعويض رحيل كيليان مبابي المنتظر، الجميع أيقن الآن بأن الاتفاق بين الناديين باريس سان جيرمان وريال مدريد قريب جدا من التحقق، لأن باريس سان جيرمان عين وكيل جديد من أجل خوض المفاوضات مع ريال مدريد من أجل بيع كيليان مبابي للفريق. بالتالي صفقة انتقال كيليان مبابي لريال مدريد شارفت على النهاية فعليا،
واللاعب سوف يكون لاعب لريال مدريد في الموسم المقبل كما أكدنا في السابق. ريال مدريد سيرسل العرض المناسب في الوقت المناسب من أجل ضم كيليان مبابي للفريق قبل انتهاء هذا السوق، يعني يوم 31 أوت، لأنه كل ما زادت فترة انتظار إدارة باريس سان جيرمان العرض كل ما زاد انهيار سعر اللاعب. والمعضلة اللي تحدثت عليها قبل فترة حول عدم إمكانية تقديم كيليان مبابي في سانتياغو برنابيو ملعب ريال مدريد الآن لن تشكل مشكلة بالنسبة للفريق. الفريق سيكون قادر على تقديم اللاعب في سانتياغو برنابيو، سيحصل تقديم كبير جدا جدا جدا، خصوصا أن ريال مدريد على غرار السنوات الماضية قدم طلب رسمي لرابطة الليغا من أجل لعب أول 3 مباريات خارج الديار ومن ثم العودة للعب في سانتياغو برنابيو عندما يحين الوقت. وهنا نكون وصلنا لآخر الفيديو. كان عجبتك الحلقة ما تنساش باش تحط اللايك وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات من أجل أن يوصلك الجديد أول بأول، لأنه الحلقة القادمة ستكون توقعاتي للموسم المقبل للدوريات ال5 الكبرى في أوروبا. سلام.